النهاردة هنتكلم عن قديسة كلنا نعرفها بس منعرفش تفاصيل حياتها. هي القديسة الشهيدة فوتيني أو فوتينا. هي المرأة السامرية. أغلبنا يعرف قصة السامرية من خلال الحوار اللي دار بينها وبين المسيح فقط، لكن محدش يعرف حصل ايه قبل كده أو بعد كده بالتفصيل يعني. فالنهاردة هنعرف تفاصيل حياة القديسة فوتيني اللي هي المرأة السامرية. القصة حسب التقليد اليوناني والتقليد الأسباني، واسم فوتيني يعني حرفيا المستنير أو المنيرة. هي كانت من قرية سخار القريبة من بير يعقوب بالقرب من شكيم اللي هي نابلس حاليا عند سفح جبل جرزيم. عاشت حياة مليانة خطية وبعدين آمنت بالمسيح بعد حوار التوبة عند بير يعقوب، وبعد كده اتحولت للإيمان المسيحي. مش بس كده، دي ساهمت في انتشار المسيحية، عشان كده هي بتحتل مكانة الشرف بين الرسل. ومن القرن الرابع للقرن الرابع عشر كانت بتدعى الرسول أو الإنجيلي. ونالت قدستنا فوتينا المعمودية على إيد القديس يوحنا بعد عيد العنصرة مع إخواتها الخمسة أناتول وفوتو وفوتيس وباراسكيف وكرياكي، وابنها الاتنين فيكتور اللي هو اسمه فوتينوس، ويوسف اللي هو جوزيف. بدأت قدستنا في العمل التبشيري وسافرت لمسافات بعيدة جدا، وبدأت تبشر ببشارة مجيء المسيح وموته وقيامته. وعاشت القديسة فوتيني في قرطاج بأفريقيا مع ابنها الأصغر اللي هو يوسف، وبشرت بالإنجيل هناك من غير أي خوف. وبعد كده ابنها الأكبر اللي هو فيكتور اتعين قائد عسكري لمدينة أتاليا اللي هي آسيا الصغرى دلوقتي، وكان بيقاتل بشجاعة في الجيش الروماني ضد البرابرة. وفي عهد الإمبراطور نيرون اللي كان قاسي جدا على المسيحيين، كلف نيرون ابن القديسة فوتيني فيكتور انه يعتقل ويعاقب المسيحيين في ايطاليا. فراح جه قائد الجيش سيباستيان اللي كان موجود في ايطاليا وقال للقديس فيكتور: انا عارف ان انت وامك واخوك اتباع للمسيح، بس نصيحة من صديق، اخضع لإرادة الامبراطور، لانك لو بلغت عن اي مسيحي هتاخد كل ثروتهم. وفي اللحظة دي سيباستيان حس فجأة بألم جامد جدا في عينيه. فضل أعمى لمدة 3 أيام من غير ما ينطق ولا كلمة. وفي اليوم الرابع أعلن إن إله المسيحيين هو الإله الحقيقي الوحيد، وبعدها نال بركة المعمودية هو وخدامه. طبعا في الوقت ده وصلت تقارير عن اللي حصل لنيرون، فراح أمر بإحضار كل المسيحيين اللي موجودين في روما. وفي الوقت ده ظهر الرب في المعترفين في روما وقال لهم: لا تخافوا فأنا معكم، سيهزم نيرون وكل من يخدمه. وبعدين ظهر الرب للقديس فيكتور وقال له: من اليوم فصاعدا سيكون اسمك فوتينوس، لأنه من خلالك سوف يستنير الكثيرون ويؤمنون بي. وبعدين راحت القديسة فوتيني سابت قرطاج هي ومجموعة من المسيحيين وابنها الصغير يوسف، وظهر لها المسيح وانضمت للمعترفين في روما. وفي روما اعترفوا كلهم وأعلنوا إيمانهم بالمسيح. وبعدها راح أمر نيرون بأنهم يكسروا مفاصل أصابع كل الشهداء خلال عذاباتهم، وعذبهم بأنواع عذابات كتيرة جدا، لكن كل اللي اعترفوا بالمسيح ما حسوش بأي ألم وفضلت إيديهم سليمة. وبعدها راح أمر نيرون بإصابة القديسين سيباستيان وفوتينوس ويوسف بالعمى وحبسهم في السجن. وبعدين تم إرسال القديسة فوتينا وشقيقاتها الخمسة للبلاط الإمبراطوري عشان يقنعهم إن هم يسيبوا المسيح تحت إشراف ابنة نيرون، وكان اسمها دومينينا. ولكن المفاجأة اللي حصلت إن دومينينا أمنت بالمسيح هي و100 من خدامها. كمان كان في ساحر جاب لها أكل مسموم، هو كمان وقتها آمن بالسيد المسيح. ونالت دومينينا ابنة نيرون وكل العبيد اللي معاها سر المعمودية، بقى اسمها أناثوسا بعد معموديتها. وبعدين أمرت أناثوسا على الفور بتوزيع كل الذهب والمجوهرات اللي موجودة على المائدة الذهبية إن هم يتوزعوا على فقراء روما. ولما عرف الإمبراطور إن بنته اتحولت للمسيحية، راح حكم على القديسة فوتينا وكل رفقائها بالموت بالنار، 7 أيام يتحرقوا في الأتون. لكن لما انفتح باب الأتون لقوا النار ما مستش القديسين ومحدش فيهم اتأذى. بعدين اتعرضت القديسة فوتيني وأخواتها وأبنائها وأصدقائها لكل أنواع التعذيب المعروفة وحاجات صعبة جدا حتى إن أنا أحكيها لكم. ولمدة 3 سنين فضلوا محجوزين في سجن روماني، لكن القديسة فوتيني
حولت السجن ده لبيت الله، وجي ناس كتيرة جدا من الرومان للسجن وتم تحويلهم وتعميدهم. وأخيرا قامت طاغية نيرون بقطع رؤوس إخواتها الخمسة وابنيها فوتينوس ويوسف، وكمان دومينينا ابنة نيرون والقائد سيباستيان، باستثناء فوتيني هي الوحيدة اللي مرضيش ان هو يقطع راسها. راح رماها في السجن لمدة 20 يوم، وبعدها راح أمر ان هي تترمي في بير عميق وجاف، وهناك سلمت روحها لله. والكلام ده كان حوالي سنة 66 ميلاديا. وبتحتفل الكنيسة الغربية بعيد الشهيدة فوتيني اللي هي المرأة السامرية وأبنائها ومن معهم يوم 20 مارس. أما الكنيسة اليونانية فبتحتفل بالذكرى في يوم 26 فبراير. ورأس القديسة فوتيني محفوظ دلوقتي في دير غريغوريو على جبل أسوس باليونان. وفي القسطنطينية كان في هناك كنيستين باسم القديسة فوتيني. في الكنيستين دول حصل معجزات كتيرة جدا، وبالأخص شفاء أمراض العيون، وهي شفيعة لأمراض العيون. بركة صلاة القديسة فوتيني المرأة السامرية تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تعرف تفاصيل حياة القديسة فوتيني اللي هي المرأة السامرية، ابعتها لكل الناس، خليهم يعرفوها وياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.